السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو كنا مع بعضينا وآخر وصفة، يا رب تكونوا جربتوها ويكون عجبتكم. إن شاء الله النهاردة وصفة حلوة وسريعة وسهلة جدا، وهي وصفة البسطرمة. تعملي البسطرمة في البيت، يعني تعمليها في 10 دقايق بالظبط، مش هتكلفك برضو حاجة. يعني أنا عملتها النهاردة من أقل من ربع كيلو لحمة كمان. بصوا اهي اقل من ربع كيلو لحمه ورمت معايا كتير، بسم الله ما شاء الله. كنت بعمل حواوشي كده وقلت اخد حته اللحمه واعمل كده بسطرمه عشان نتعشى ونفطر بيها، وحلوه برضو قوي للمدارس. تمام. فاعتبروا ان دي مثلا ربع كيلو، بس هي اقل من ربع كيلو. هتحطي عليها معلقه ملح صغيره كده. تمام. دي لحمه مفرومه، وتكون اللحمه مفرومه فيها نسبة دهون، تمام، عشان تبقى متماسكة. واحط لها طبعا ايه نص معلقة فلفل اسمر كده، معلقة صغيرة. تمام. واحط برضو آه توم باودر. تمام. اهو معلقة صغيرة. ولو عايزة تقوي وتعززي الطعم ممكن تحطي فصين توم مفروم، بس يكون مفروم ناعم جدا. تمام. او لو حتى مش مفروم ناعم، انت ممكن لو عندك كبه تحطيها في الكبه. تمام، يعني برضو هيتفرم كويس. هنا كده عندي برضو معلقه صغيره او معلقه الا ربع حلبه مطحونه ساده. تمام. ومعلقه كبيره، معلقه صغيره برضو بس مليانه هرميه كده بابريكا. البابريكا هتدي طعم حلو وهتدي لون حلو، اللي هو اللون البسطرمه ده. ما تحطي الالوان الصناعيه، نقطه مثلا من الالوان الطعام اللي هي الحمراء. تمام. فده هيغني عنها، يديني طعم ويديني لون. طبعا بعجن كده بايدي كويس، بدخل البهارات بتاعتها كويس في قلب اللحمه. طبعا انت لو عندك كبه يفضل، يعني لو عندك كبه تحطيها في الكبه، تفرميها تنعميها خالص. تمام. انا ما عنديش، هعمل بالهاند بلندر عادي. بس اخد مني طبعا وقت شويه، لان هو بس يعني ايه بعافيه شويه بس هيساوي هو، يعني ايه، بقضي بيه غرضي الحمد لله. فهبتدي كده اهرس اللحمه المفرومه بتاعتي مع البهارات. هي البسطرمه البيسي كده، هو مش محتاجه اكتر من كده. طعمها تحفه، واعملوها عشان المدارس، تعملوها ببسطرمه ببيض كده، او بيض ببسطرمه للاولاد وهم رايحين المدرسه. تحفة يا أولاد، جميلة جدا جدا جدا. والفطار حلوة، للعشاء جميلة، في فينو في بلدي، يعني الصراحة تحفة ما شاء الله. ما تكتريش من الحلبة المطحونة عشان ما تمررش معاكي الوصفة. تمام. فانتي لو هتضعفي كمية اللحمة، ضعفي طبعا كمية البهارات. تمام. يعني لو ده ربع، لو نص يبقى ايه، هتزودي طبعا ايه البهارات بالضعف. تمام. هنا جبت دخلت بقى بعد ما هرستها كويس بالهاند بلندر على قد ما اقدر. آه حطيتها في كيس سندوتشات كده، وابتدي افردها. انا عايزاها رقيقه جدا، زيها زي تقطيعه كده ايه البسطرمه اللي بتجيبيها من بره. رقيقه رقيقه رقيقه. بص، بجيب من الحته اللي بحاسه فيها سمكها عالي شويه، واطلع لقدام كده، اخلي كلها سمك واحد، متبقاش حته تخينه وحته رفيعه. تمام. هوريكم برضو سمكها كده من الجنب رقيقه ازاي، واللون حلو برضو. تمام. ما تحطيش بقى الوان طعام ولا حاجه، البابريكا يعني ايه ظبطت الدنيا. ببتدي بقى افرك كده بالنشابه معايا او بالفراده لغايه ما اخليها رقيقه خالص. بصوا سمكها عامل ازاي من الجنب، وريتها لكم باي حاجه بقى. وتبتدي تحددي مربعات، الاول خطوط بالطول وبعد كده خطوط بالعرض. المربعات طبعا ايه على قد ايه، زي حته البسطرمه كده. انا طبعا ما تعمليش بالسكينه، السكينه تعمليها، لو هتعملي بالسكينه اعمليها بظهر السكينه مش بسن السكينه، عشان ما تتعلقيش الكيس معاكي. هنا حطيتها في الفريزر، و لغايه ما لقيتها اتجمدت. تمام. ما لهاش وقت، يعني كل فريزر وفريزر وقدره التجميد بتاعته مختلفه عن التانية. ما اقدرش اقول لك ساعه ساعتين. تمام. يعني اول ما تمسكيها تلاقيها متجمده معاكي كده خالص. جبت كده بقى العلبه اللي انا هحط فيها البسطرمه بتاعتي، واحفظها واحطها في الفريزر.
كل ما احتاج اطلعها من الفريزر واعمل البسطرمه بتاعتي بالبيض. طعمها تحفه وخرافه وموفره. كيلو البسطرمه بره ب400 و450 جنيه. انا هنا عندي اللحمه بجيبها لحمه بلدي بس كبيره، يعني كبيره ما بتاخد سوا، فبجيبها مفروم بس. دي عامله 250 جنيه كيلو، يعني الربع كيلو النص 125. آه يعني قولوا ب60 65 جنيه، 62 ونص تقريبا الربع. وطلع لي كميه محترمه زي ما انتوا شفتها كده، حطيتها في العلبه. هنا حطيت معلقه زبده كبيره، ونزلت كام قطعه كده من البسطرمه اللي احنا عاملينها. اول ما نزلتها كده يا حبيب قلبي في الزبده، الريحه بقى ريحه البسطرمه ملت البيت. بسم الله ما شاء الله، يعني ريحه وطعم تحفه تحفه تحفه. جربيها مش هتندمي. انضف واوفر من بره بكتير. انا حسيت كده المربع كبير هتبقى على اللقمه، ابتديت اقسم المربع اللي انا عاملاه على 2 بس. قسمته امتى؟ قسمته لما حمرتها من الوش ده ومن الوش ده، ابتدت تمسك نفسها. بص متماسكه ازاي. طبعا نسبه الدهون اللي فيها هي بتخليها متماسكه، وبرده الفرم اللي احنا فرمناه خلاها متماسكه. تمام. بقى فيه انسجه ومتماسكه جدا مع بعض. هبتدي بقى احمرها خالص. وطبعا انا هنا محضره بيضتين، وحاطه عليهم حبه فلفل اصفر. ما تكتريش ملح في البيض، او ما تحطيش اصلا لو انت مكتره الملح في البسطرمه. تمام. هي ابتدت تحمر معايا، مبتاخدش وقت خالص. وهبتدي اضرب البيض بالفلفل كده وانزل عليها. بصوا بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هتعمليها وهتدعيلي، واولادك هيحبوها وهيقولك يا ماما تملي اعملها لنا في السندوتشات واحنا رايحين المدارس. تحفه تحفه تحفه. طبعا كده احنا يعني بحب افرفت كده البيض مع البسطرمه، واخلي البيض ناشف معايا، مش يعني مزمز كده شويه. كل واحد بقى بيحبه. فيه ناس بتحطها عليها عيون بس ما تضربش البيض. كل واحد بقى على حسب ما بينزل البيض بقى. بس ايه الاساس البسطرمه. بصوا بقى انا بدوق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جميله جدا. بصوا بقول لكم بقى حطوا لي لايك وتحفه. والعيش البلدي عايز تعمليها في عيش فينو تحفه تحفه تحفه. تنسيش في لايك وشير وكومنت حلو تشجيعا منك ليا. والسلام عليكم ورحمة